فنحن من جهة الأداء لدينا 5 نسميها مسامير، 5 أصول. هذه ال5 لو أتقنها القارئ فهو في الحقيقة يحقق 85% من الأداء. ليه؟ لأنها كالأعمدة للخيمة. ليش سماها مسامير؟ الشيخ إبراهيم الأخضر هو اللي سماها مسامير. قال علشان الآن لما تأتي للقرص تريد تثبت أي لوح أو فأنت تحط 4 في الزوايا ويظل في حركة، ثبت اللي في الوسط يصير محكم. لو اختل واحد من هذه المسامير ظل ثابت لكن فيه. وهكذا احنا نقول هذه ال5. شلون تكون المطالب؟ 5 مطالب. 5 مطالب، 5 أصول. لو تحققت حققها القارئ يصل إلى 85%. يبقى عند الباقي 15% هي عبارة عن ناحية ترقي في مراتب المهارة الماهر. وإتقان القارئ لها يكون بالرياضة، ما هي صعبة. أولا المسمار الأول إتمام الغنة لازم نتمها حركتين مرتاحة. إن الله إن نريحها. وإتمام الحركات والحروف، قال ولا هم ولا هم هو. إتمام الحركات والحروف يكون بإتمام الضم كما قال الشيخ السمنودي رحمه الله: والذي ما ضم إلا بضم الشفتين ضم، وتظلتم والذي ما ضم، يعني لن يكتمل ضمه إلا بضم الشفتين. فتقول ولا هو ولا هم. وإتمام الحروف: الله غفور ضم الواو، واو هي غفور، هذا واحد. فعندنا إتمام الغنن، إتمام الحركات والحروف، هذان إتمامان. وعندنا 3 تحقيقات: تحقيق الهمزة ومعروف، همزة مهمة جدا في الأداء، كل ما حققتها كل ما كان الأداء أمتن. وتحقيق الشدة: إياك نعبد وإياك مالك يوم الدين الحمد لله رب لا بد من تشديد. تحقيق الشدة، تحقيق الهمزة، وتحقيق السكون لما نحققه يحافظ على كل هذه التحقيقات. هي تحافظ على هندسة الكلمة. ولهذا احنا سمينا مع المتسابقين، قلنا واحد سمينا أبو التوليد. جاي يقول شو أبو التوليد؟ قلت أنت كل قراءتك توليد، لأنك تتكئ على الحروف ولا تحقق. هذه 5 مسامير يجب على القارئ أن يتقنها، وإتقانها يكون بالرياضة والممارسة. إذا حققها وأتقنها فهو في الحقيقة يحقق أكثر من 80% من الناحية الأدائية. أحسن الله عليك.